قبل ما ابدا الفيلم حابب اقول لك وحشتنا يا صديقي، ولكن النهارده هاخدك رحله في الماضي من 5000 سنه فاتوا، بعدها هاخدك ل 900 سنه في المستقبل، وباذن الله هتشوف عظمه يا صديقي، حاله من الخيال العلمي والاكشن التي لم ولن تتكرر. كل اللي عليك تركز معايا علشان تستمتع بالحكايه، والان اربط الاحزمه واستعد للفيلم. هو بيبدا الفيلم بكهنداق. واحد يقول لي ده نوع جبنه يا ميخا؟ لا يا صديقي، دي دوله موجوده قبل روما وبابل والاهرامات ومختار كوكلي شخصيا. خليني احكي لك اللي حصل فيها من 5000 سنه فاتوا. كان شعب كهنداق قوي جدا، كان اول شعب في تاريخ البشريه يحكم نفسه بنفسه، ما كانش عليهم حاكم. وبعد قرون من الحريه جالهم اللي ما عندوش ذره رحمه في قلبه، اختم بجيشه احتل البلد واهلها. بعد الحريه بقوا عبيد عنده، ما كانش حد قده والكل كان مرعوب منه، لانه راجل السحر بيجري في دمه وهدفه يصنع تاج سحري. فقرر يصنع تاج سباق. التاج ده قوته بقوه اقوى 6 شياطين في العالم، ولو اخدوا اللبس مستحيل حد يقدر يوقفه عن الشر اللي ممكن يعمله. والتاج ده علشان يتصنع محتاج ماده نادره جدا تسمى بالانترينيوم، ودي بتكون قطعتها نادره جدا زي الالماظ واكتر، ومش موجوده الا في اراضي كهنداق. علشان كده احتلها وشغل الشعب بالكامل يحفر ويدور على الماده دي. الشخص ده بيلاقي قطعه ما بيكونش مصدق، ومن فرحته بيصرخ. اللي حواليه بياخدوا بالهم والكل بيتلم عليها عايزين ياخدوها منه. ولكن مره واحده الطفل الشجاع ده بيقول لهم جرايه يا شعب مهزأ، ابعد يا عم منك ليه؟ خلاص بقينا ناكل في بعض ونسينا عدونا الحقيقي. وبياخد الراجل للحارس بيديله القطعه، بيقول له عاش عليه. الملك بيشكره. الواد بيقول له بس كده؟ المفروض ليه مكافاه. بيقول له بجد؟ الراجل بيقول له انا عايز حقي بس. بيقول له تعالى معايا. بياخده على حافه الجبل وبيقول له خد حقك. بيقتله وبيرميه لتحت، وبيقول له الطفل ايه عايز حقك انت كمان؟ ومره واحده ابوه بيجي جري عليه، بيقول له ده طفل ما يعرفش حاجه، وبياخده ويمشي. بيقول له مش كل مره هكون موجود واحميك منهم. بيقول له انا مش عايز الحمايه، انا عايز الحريه. احنا نقدر نكتسح اختم بجيشه لو حاربنا ايد واحده. بيقول له ما تعيش دور البطل يا ابني، غيرك كتير جرب يعيش ودلوقتي مكانهم تحت التراب. كفايه احلام بالحريه وروح شوف شغلك. وبيسيبه ويمشي. الواد بيقول بقى على صوته لازم يكون في بطل للمدينه علشان الحلم يبقى حقيقه. وبيجري على الحارس ياخد القطعه منه، وبياخدها جري على اعلى مكان في الجبل، وبيعمل علامه الحريه للشعب. الكل بيهتف باسمه وبيرد عليه بنفس العلامه. الملك بيعرف اللي حصل وبيحكم على الطفل بالاعدام قدام عيون الشعب علشان يكون عبره لغيره. ورغم ان الطفل عارف مصير الموت، ولكن لاخر لحظه في حياته رافع شعار الحريه. الحارس بيرفع عليه السلاح وبيكون خلاص هيقتله، ولكن مره واحده بتحصل معجزه وبيختفي من المكان. بيبص تحته بيلاقي علامه وكلام مش مفهوم، وحواليه اقوى 6 سحرة في العالم، وكل ساحر فيهم له قدرات خاصه. كل ساحر فيهم بيقرر يديله قدرته علشان الطفل ده يكون بقدراتهم كلهم. قائدهم بيقول له انت البطل المختار، وكلهم بصوت واحد بيقولوا شزام. في الوقت ده تاكسي باك بيكون اتصنع والحارس جايبه له جري، وبيكون خلاص هيلبسه، ولكن بيخش عليه الوحش المخيف البطل العنيف ادم، داخل وباين الغضب في عينيه. وقبل ما الملك يلبس التاج بيدمر القصر بالكامل. من بعدها السحرة بيخفوا التاج في مكان بعيد عن عيون البشر، ولكن البطل ادم بيختفي مع التاج ومحدش بيشوفه تاني. نرجع للحاضر تاني واللي هو سنة 1978. كهندق بتكون محتلة من مافيا دولية، والاسطورة بتقول لما كهندق هتحتاج البطل هيحضر علشان يحرر الشعب من الاحتلال. واحتلال ورا احتلال واجيال تجر اجيال، ولسه ما ظهرش البطل ادم. من ضمن الناس اللي بتصدق الاساطير الثلاثة دول، ومعاهم شخص رابع مستخبي في شنطة العربية. بيوقفوهم في كمين، وابن الرخمة ده بيقول لكريم رخصتها. بيقول له خد يا معلم بس ما تتريقش على الصورة اللي في البطاقة، ساعتها كنت سايب حبيبتي. بيقول له طب افتح لي الشنطة يا خفيف. اسماعيل بيحط ايده في جاكيت علشان لو الجندي ده وصل الشنطة هيقتله، ولكن مرة واحدة عمود بيخبط فيه. بيقول له خلي بالك يا ابني. بيقول له انا مش ابنك، انت جندي قاعد في بلدي غصب عني، جيت هنا تحتل ارضي وتسرق فلوسي وفلوس اولاد بلدي. من الاخر انت مالكش وصف غير بني ادم براس كلبه بلدي. بيرفع عليه العصايه، ده بيسيبه يجري، بيشتت تفكيره وبينسيه شغله، فبيسيب العربيه تعدي. بتجيله رساله على الجهاز اللي في ايده، وهو بيقول له دي ادريانا مطلوب القبض عليها. وادريانا بتكون هي الشخص الرابع اللي مستخبي في العربيه. سمير بيقول لها البلد ما بقتش امان ليكي. بتقول له انا مش هسيب بلدي عشان محتلين زي دول، ومش ههدى الا لما الاقي التاج الاسطوري قبل ما يلاقوه. امون بيروح جري عليها وبيقول لها رايحه فين يا اما؟ بتقول له ارجع البيت بسرعه. بيقول لها لا انا هاجي معاكي. بتقول له ما ينفعش، المكان اللي رايحاه خطر، ارجع البيت وخلي بالك من نفسك. بيسيبها ويمشي، وهي بتكون في طريقها المكان التاج. بياخدوا وقت كبير في الطريق لحد ما بيوصلوا هناك. واسماعيل بيقول لها انت متاكده ان المكان ده اللي فيه التاج؟ بتقول له انا متاكده من ترجمه النقش المكتوبه في الكتاب الاثري. بيقول لها ازاي تاج بالقوه الجباره دي الصحراء هيخبوه هنا؟ هو انت لو لقيتيه هيفضل مع مين؟ بتقول له مش هيفضل مع حد، ولكن هخفيه من المحتلين حتى لو اضطريت اطلعه بره البلد خالص. اهم حاجه ما حدش يلبسه. بيقولوا لكريم انت هتيجي معانا؟ بيقول لهم لا انا هستناكوا هنا. وفعلا بيخشوا جوه، وادريانا بتبدا تقرا النقش اللي على الحيطان، وترجمته بتكون السحر موجود ولكن ممكن البشر يستخدموه غلط، ولذلك هنا مخفي اقوى سحر في العالم. سمير بيقول لها الجبل ده بقاله 5000 سنه متشال فيه التاج، فالافضل نسيبه هنا. بتقول له لو سيبناه هيلاقوه. هو اسماعيل راح فين؟ بيقول لها هروح اشوف.
يشوفه. بيروح يشوفه فبيتطوح من فوق الجبل لتحت ميت. كريم بينزل جري عليه وبيقول له ايه اللي حصل، ولكن بيموت قبل ما يتكلم. ومره واحده بيلاقي مجموعه من الجنود المحتلين داخلين عليه وبيثبتوه بالاسلحه. وادريانا بتكمل قرايه ومره واحده بتسمع صوت بيقول لها رجعي الحق. بتلاقي اسماعيل وراها بيقول لها مش ده اللي مكتوب؟ بتقول له سمير فين؟ ده راح يدور عليه. بيقول لها عنده فوبيا من الاماكن الضيقه فسيبته قاعد بره. بيكملوا لجوه ومره واحده بتلاقي نقش على الارض. بتقول ده قبر واللي بيكون مكتوب عليه تحذير، اياك تنطق اسم البطل المكتوب والا هتصيبك لعنه ابديه. بتقول لاسماعيل دي اسطوره تيس ادم، العبد اللي الصحراء حولوه لبطل خارق وهزم الملك اخطان. دي طلعت اسطوره حقيقيه. بيقول له بما انه بطل ليه اتدفن؟ بيبصوا حواليهم بيلاقوا التاج. هادريانا بتطلع فوق وبتنط على التاج تاخده. بتعلقه في الحزام ولكن مره واحده بيدخلوا عليهم الجنود. اسماعيل بيقول لها هربي حالا. بتجري منهم ولكن قائدهم بيرفع على زمايلها سلاح. هو بيقول لها هات التاج يا اما هقتلهم. 1 2. بتقول له خلاص انا هنا. رجالته بياخدوا التاج وبيحطوه في الشنطه دي. بيقول لها ايه امنيتك الاخيره؟ بتقول له كلمتين بس وبتبدا تقرا التعويذه المكتوبه على قبر تيس ادم. هو بمجرد ما بتقولش زام المكان بالكامل بيتفرتك وبيظهر الشخص ده متكرفس. القائد بيبعت له جندي بيروح عنده وبيقول له ارفع ايدك فوق. فبيلف عليه بسرعه الضوء وبيرفعه من رقبته هو شخصيا. اهو جالكم اللي هيكهرب لكم حياتكم. بينشف الجندي اللي في ايديه ولكن باقي الجنود بيضربوا عليه بالاسلحه. بيمسك رصاصه منهم وبيقول ده سحر ضعيف جدا. بيطير لفوق. هادريانا بتخاف وبتاخد اخوها كريم وبتجري لبره. وادم نازل تقطع في الجنود زي ما بنقطع البرتقانه بسره. وعلى وضعك يا وحش المجره. قائد الجنود بيكلم المسؤولين وبيقول لهم محتاج دعم بسرعه. وسط انشغالهم اسماعيل بيجري على الشنطه علشان ياخد منها التاج. هادريانا بتقول له التاج معايا ولكن وسط الحرب اللي قايمه الجبل بيقع على دماغه بيقتله. وبتكون الصخره دي خلاص هتقتل ادريانا ولكن ادم بيدمرها. هادريانا بتخرج بره بتلاقي سمير ميت. كريم بيقول لها يلا بينا مش وقته. الله يحرقك يا شيخه، ايه المصيبه اللي انت جبتيها دي؟ 2 من زمايلنا ماتوا، قولي لي بقى احنا استفدنا ايه؟ بتقول له استفدنا التاج. وادم بيدمر الجبل وبيخرج بره بيلاقي حبه عربيات على شويه دبابات وبيلاقي طيارتين في وشه. تفتكر ان ده هيفرق معاها صديقي؟ لا والله. بيضربوا عليه 4 صواريخ ولا بيأثروا فيه. بيختفي من قدامهم ومره واحده بيلاقوها على شمين الطياره. بيزق طياره على الثانيه بيفجرهم هما الاثنين في بعض. اللي بعده اهناها ساعده. اما اللي تحت اللي معاه صاروخ بيضربه، اللي معاه قنبله بيرميها، اللي معاه بازوكه بيطيرها. ادم بينزل عليهم بسرعه مختار كوكلي وكل اللي رمى له حاجه بيرجعها له. بيسقف في وشهم بيدمر نصهم والقنبله دي بتفرتك الباقي منهم. بيخلص عليهم بالكامل وبيروح لادريانا بيوقف لهم العربيه حلو وبيقفلوا ازاز العربيه علشان ما يدخل لهمش. بيبص عليهم من فوق لتحت عايز يعرف مين اللي طلعهم من القبر. ولكن مره واحده الجندي ده بيضرب عليهم صاروخ. الاسد ادم بيمسكه بايديه بيستغرب من شكله فبينفجر فيه. بيعوره في جنبه بيخلص على الجندي وبيقع مكانه. ادريانا بتاخده معاها واسماعيل بيكون لسه عايش. بيكون شخص خاين تبع المحتلين. بيقول للجندي انا قلت لك مثل مش تقتلني بجد. وبيخلص عليه. بيكلم الدعم وبيقول لهم الكل مات. بيقولوا له اسماعيل التاج معاك؟ بيقول لهم للاسف التاج جاب لنا مصيبه معاه. في الوقت ده كارتر قائد جمعيه العداله بيشوف كل اللي حصل من ادم. بتظهر له ولر بيقول له احنا لازم نسيطر على الوحش ده قبل ما يأذي الناس الابرياء. بتقول له تنيل ده تيس ادم نايم من 5000 سنه فاتوا. كل اللي انت شفته ده وهو مش متمكن من قوته. كل ما هيعدي الوقت كل ما هترجع قوته وهيبقى صعب تسيطر عليه. بيقول لها انا رايح له حالا. بتقول له هتاخد مين معاه؟ بيقول لها هاخد ماكسين ملكه الرياح. بتقول له مش كفايه انت محتاج حد ضربته قويه جدا. بيقول لها هجيب ابن اخويا اتوم بيتحول لبرج متحرك. بتقول له هتحتاج لحد خبره. بيقول لها صاحبي واخويا الكبير كان مهاراته في السحر فتاكه. بتقول له كل ده مش كفايه. بيقول لها ولار حضري لي زنزانه تليق بادم وقريب جدا هحطهولك فيها. بتقول له ربنا معاك وبتقفل معاه. وفعلا الفريق بالكامل بيتجمع. في الوقت ده ادم بيصحى من الغيبوبه وبيشيل اللزقه اللي على جرحه. همون بيقول له استنى ما تشيلهاش جرحك لسه ما لمش. ما بيسمعلوش وبيداوي جرحه بنفسه. بيقول له يخرب بيتك اصلا انت جامد قوي. هو انت بجد بتعرف تطير؟ لا بكاكي. بيقول له بص انا عارف انك كنت موجود هنا من 5000 سنه فاتوا. الشعب بالكامل عارفين قصتك الاسطوريه. انا نسيت اعرفك بنفسي انا اسمي امون. بيقول له طب وسع كده بس بلا امون بلا ليمون. بيبص قدامه وبيستغرب لما بيشوف شكله في المرايه. بيقول له الظاهر ان ما كانش في مرايات من 5000 سنه فاتوا. بيقول له عدى 5000 سنه؟ بيقول له ايوه يا عم في الفتره دي كلها انت كنت نايم. الظاهر انك كنت مطبق واللي فوقتك امي وجابتك هنا. بيقول له احنا فين بالظبط؟ بيقول له احنا في كهندار. بيقول له يعني بيت اتاخد صح؟ بيقول له هبقى اجر لك شقه بس تعالى بص كده التمثال ده انت. التمثال ده اتعمل لك لما الناس عرفت قصتك ولكن بعد ما اختفيت كهندار كل فتره والتانيه في احتلال والناس كانت منتظراك تيجي تنهي المهزله دي واخيرا انت جيت علشان تحررنا للابد. انت بطلنا انت املنا الوحيد. بيقول له انا مش بطل حد. بالوقت ده ادريانا بتقرا المكتوب على التاج واللي بتكون ترجمته الحياه هي الطريق الوحيد للموت. كريم بيقول له ايه اللغز في كده؟ طبيعي بنعيش وبعدها بنموت. بتقول له لا الجمله دي وراها سر كبير. ادم بيكسر حته الاوضه وبيخرج لهم على الصاله وبيقول لادريانا انت اللي صحيتي
قتلتيني صح؟ بتقول له ما كانش عندي حل تاني، الجنود كانوا هيقتلوني. بيقول له خلصت لك عليهم، عايزه حاجه تاني؟ امون بيقول له لسه في منهم كتير جدا. بيقول له خلص عليهم انت. بيقول له معاهم اسلحه وصواريخ ومركبات مطوره جدا، وانا مش معايا غير امي وخاله كريم، هو زي ما انت شايفه اجل بلدي ما بيعرفش غير ياكل وبس. ادريانا بتقول له ادم انا بشكرك لانك انقذت حياتي، بس احنا محتاجين بطل زيك يحرر البلد من الاحتلال، محدش هيقدر يعمل ده الا بطل زيك انت، ارجوك ساعدنا. بيسيبها ويمشي، وامون بيخرج وراه من مخرجه السر اللي في اوضته. بيقول له استنى اصلا انت رايح فين؟ بيقول له مش عارف بس انا ماليش مكان هنا. بيقول له انت مش حاسس ان البلد دي بلدك وانت لازم تحررها من الاحتلال؟ بيقول له لا مش حاسس. هو بيسيبه ويمشي، بيروح عند التمثال بتاعه، وامون بيجري على الحارس ده وبيخطف منه جهاز الارسال. هو بيقول فيه لكل جندي محتل حقير جه اللي هيخلص عليكم ويحررنا. بيروح جري ناحيه ادم، بينده عليه وبيرفع له رمز الحريه، ولكن الحارس بيقفشه. هو بيقول له وريني مين اللي هينقذك مني. بيقول له اهو. بيقول له التمثال. هو بيكون خلاص هيضربوه، ولكن امه بتحضر وبتقول له معلش يا اخويا حقك عليا، ده طفل صغير ما يعرفش حاجه. بيقول لها استني هنا انا عارفك كويس، فين التاج؟ بتخبطه بالعجله دي وبتحاول تجري، ولكن الحرس بيحوطوها من كل اتجاه، وبيكونوا خلاص هيضربوها. تفتكر انهم هيضربوها يا صديقي؟ لا والله، قبل ما يضربوها بيحضر الوحش العنيف ادم. الحارس بيخبطه بالعصايه بتتني، بيحاول تاني فبيرميه بعيد، بيجيبوا في الميه. الباقي منهم بيخبطوا فيه بالاسلحه، وهو بيحوطوهم من كل اتجاه. تفتكر ان ده هيفرق معاه؟ قولها معاه يا صديقي. لا والله، هي واحده اتنين تلاته والرابعه بيجيبوهم كلهم على الارض. وامون ومامته بيكونوا في منتهى السعاده. ادم بيقول لامون قول لهم ان طول ما ادم في المكان هيمسكوا السلك عريان. بيقولوا المفروض تقولها للاشرار، بس يفضل قبل ما تقتلهم. اتنين من الجنود بيضربوا عليه من البرج، فبيكسر البرج على دماغهم وبتربيهم لفوق. في الوقت ده جمعيه العداله بيوصلوا له، وكانت بيقول لهم هو ده ادم. وادم بيبص عليهم وبيرمي الحرس لتحت. كارتر بينزل جري عليهم وبينقذهم في اللحظات الاخيره. الشعب بيغضب، بيقول لهم انا معرفش ايه جرايمهم، بس ايا كانت جرايمهم المفروض يتحاكموا بالقانون. فادم بينزل يخلص عليهم قدام عينيه. الناس بتهتف باسم ادم، وهو بيقول لكارتر الظاهر انك مش من المحتلين. بيقول له احنا جمعيه العداله، مهمتنا الامن والاستقرار، وجينا هنا مخصوص علشان توقف المهزله اللي انت عاملها، وان ما وقفتش بالذوق هنوقفك بالعافيه. بيقول له يا عم بالراحه على نفسك لا تطقلك ريشه، اهلا بالحق انت سارق الجناحات دول من اي فرخه. كانت بيقول له ادم احنا عارفين قدراتك وقصتك بالكامل، انت مالكش مكان وسطنا، يا اما تعيش تحت امرنا يا اما هتموت حالا. بيقول له هات اللي عندك منك ليه، وبيخبطهم هما الاثنين، ولكن كانت بياخده بعيد علشان ما حدش يتاذي. كارتر بيجي طاير عليه وبيخبطوا واحده بيجيبه على الارض. هو بيقول له استغنى عن قوتك وقول شزام خلي كل واحد فينا يروح على بيته. بيقول له للاسف ما عنديش بيت. كارتر بيجري عليه تاني، ولكن المره دي بيمسكه من سلاحه وبيديله واحده من الضغط العالي. ومن بعدها صديقي عينك ما تشوف الا التخبط فيه يمين في شمال. بالراحه عليهم يا ابن الحلال. بيكون مسيطر عليهم طول وعرض، بيحاول يكهرب كارتر ولكن بيصدها بسلاحه وبيردها عليه بيجيبه على الارض. كانت بيقول لي ماكسين واتوم جه دوركم انزلوا حالا. ماكسين بتنزل حيره طايره، بتلف لفتين في الجو، بتكسر السقاله دي وبترمي خشبها على ادم. وكانت بيبص على شنطه ادريانا، بيشوف شياطين التاج حواليه. بيقول لها انت معاكي تاج سباك، ما بتردش عليه، فبيسيبها ويجري لان ادم بيكون نازل طحن في زمايله، وهي بتاخد الشنطه وتجري. كانت بسحره بيثبت ادم مكانه وبيعمل نسخ كتير منه، بيسيطروا على ادم بالكامل. وكارتر بيكون نازل عليه بالمطرقه، وماكسين بيكون مطوح عليه باقي الخشب. تفتكر ان ده هيفرق مع ادم يا صديقي؟ لا والله، بينفجر فيهم، بيطير كل واحد منهم في جنب، بيطير لفوق والغضب بيكون مال عينيه. ولكن مره واحده اتوم جسمه بيتحول ويكبر وبيخبط ادم على الارض بيسيطر عليه. تفتكر ان ادم راحت عليها يا صديقي؟ لا والله، بيخرج من تحت ايديه وبيطلع عليه هايج مايج، بيخبط واحده في وشه بينيمه على الارض، ولسه الباكاكا شغاله. الشعب بيهتف باسم البطل ادم اللي اخيرا رجع علشان يحررهم للابد. بيسيبهم ويمشي، وكارتر بيقول لك انت احنا مش هنسيبه. بيقول له مش هنقدر عليه. هو بيروح ورا ادريانا، بيقول لها بعد اذنك ممكن اشوف اللي في الشنطه؟ كارتر بيقول له هي فيها ايه؟ بيقول له فيها تاج سباك. بيقول لها ادينا التاج ده اخطر من ادم عليكي. بتقول له هو انتوا مين علشان تخافوا عليا؟ جمعيه العداله؟ كنتوا فين واحنا محتلين بقالنا 27 سنه؟ كنتوا فين لما المحتلين دخلوا بيوتنا وخدوا اراضينا وقتلوا جوزي؟ جايين دلوقتي توقفوا البطل ادم اللي هيحررنا منهم؟ لو كنتوا خايفين من غضبه احنا مش خايفين. بيقول لها انتوا شايفين ان ادم بطل، ولكن ادم مش زي ما انتوا شايفينه، في حاجات كتير ما تعرفوهاش عنه. بتقول له مش عايز اعرف، كفايه اللي شفته قدام عيني، حرر الناس دي كلها من الكلاب المحتلين دول. بيقول لها طب انا عايز اشوف التاج. بتقول له مش معايا التاج، وفعلا بيفتش الشنطه مش بيلاقي تاج، والتاج بيكون مع امون هرب بيه. بيقول له كانت مش وقته، احنا ما عندناش وقت، لازم نقبض على ادم الاول قبل ما تكتمل قوته، وبعدها نرجع ندور على التاج. بتقول له انت ليه حاطط ادم في دماغك؟ بيقول لها زي ما سمعتي انت ما تعرفيش حاجه عنه.
عنه. الاسطوره بتقول ان غضب ادم كان هيدمر كهندق بالكامل، ودلوقتي رجع تاني وممكن ده يحصل. بتاخدهم وبتروح لادم في القصر وبتخش له لوحدها. بيقول لها جبتيهم ليه معاكي؟ بتقول له عايزين يتكلموا معاك كلمتين. بيقول لها خليهم يتكلموا ولكن انا مش هسمع لحد. بتقول له جدتي زمان كانت بتحكي لي عن بطل هيجي ينهي الظلم ويحقق العدل، ولكن جمعيه العداله بيقولوا انك راجع بغضبك علشان تنتقم، وممكن بغضبك ده تاذي الناس الابرياء، لانك زمان لما دخلت على القصر ما دمرتش الملك بس، انت بغضبك دمرت القصر بالكامل. ساعتها مجلس السحرة شافوا انهم اختاروا الشخص الغلط اللي يديله القوه ويثقوا فيه، وخدوا القرار انهم يخلصوا منك للابد. خافوك في المكان اللي انا خرجتك منه. المكان ده ما كانش قبره، المكان ده كان سجنك. شايف التمثال اللي قدامك ده؟ الناس بنيتهولك علشان انت بطل في نظرهم. بيقول لها انا عمري ما قلت اني بطل. بتقول له جه الوقت اللي تكون فيه بطلهم، لازم تقف جنب اهل بلدك. بيقول لها خلاص هتكلم معاهم، ولكن ان كلامهم ما عجبنيش هقتلهم. وامون بيوصل البيت بيلاقي اسماعيل في وشه. بيقول له ايه ده؟ انت لسه عايش؟ ماما بتقول ان الجبل وقع عليك قتلك. كريم بيقول له هو انت ايه اللي جابك هنا؟ امشي روح لامك. بيقول له ما هو امي اللي بعتتني بالتاج علشان جمعيه العداله كانوا هياخدوه. بيقول له اكيد التاج مش معاك يعني. بيقول له لا معايا. اسماعيل بيرفع عليه سلاح، هو بيقول له هات الشنطه دي. كريم بيقول له اديله الشنطه. بياخد الشنطه، هو بيقول له انا هعلمك درس في التاريخ افضل من الحريه. ما بيلحقش يكمل لان كريم بيهجم عليه، هو بيقول لامون اهرب بسرعه. امون بياخد الشنطه وبيجري، بيروح يخبي التاج في اوضته، واسماعيل بيخبط كريم بطلقه ولكن امون بيهرب منه. بيقول له الجنود ادخلوا المبنى بسرعه، التاج مع طفل صغير. وجمعيه العداله بيروحوا لادم. كارتر بيقول له احنا جينا هنا علشان تستغنى عن قوتك وتيجي معانا مستسلم. بيقول له ده مستحيل يحصل. كانت بيقول له بقالك اكتر من 5000 سنه معاك القوه الجباره دي، قول لي انجزت بيها ايه غير اذيه الناس؟ بيقول له عندك حق. كارتر بيقول له خلاص انت عارف ان مالكش مكان هنا. بيقول له دي بلدي، انتوا اللي مالكمش مكان هنا، ويا ريت تمشوا على رجليكم والا هنهيكم. بيقول له هنمشي بس هتيجي معانا كاسير. بيقول له عسل وفطير، هقص لك جناح الفرخه اللي بتطير بيهم دول علشان ما تلكش كتير. ادريانا بتقول لهم كفايه مشاكل. بيتصل بيها امون وبيحكي لها اللي حصل معاه. بتنصدم وبتقول لادم ابني في خطر. بيروح جري على هناك، وامون المحتلين بيجروا وراه، ولكن ابن اللعيبه زي الفار ولا بيعرفوا يمسكوه. ولكن المركبه دي بيخش عليه واللي فيها بيخطفه وبيطلع بيه لفوق. بيلاقي ادم مستنيه وبيقول له سيب الواد. بيقول له خد اهو، وبيرميه لتحت. بينزل وراه بسرعه البرق وبيجيبه، بيركنه على جنب، هو بيطلع يدمر فيهم واحد ورا الثاني ولا العبد لله في عز شبابه. هو لسه الباكاكا شغاله، ولكن اسماعيل بيرفع سلاح على امون وبيقول له قدامي من سكات، انطق بسرعه وقول لي فين التاب. بيقول له تاج الملوك بتاع الكيكه. بيقول له لا يا خفيف بتاع امك. بيقول له مش معايا. فبياخده معاه في السفينه. تفتكر ان ادم هيسيبه يا صديقي؟ لا والله، بيخلص اللي في ايديه وبياخدها جري عليه. ولكن اسماعيل بن الهرم بيكلم جنوده وبيخشوا بالسفن على ادم. ادم بيتلخبط وما بيعرفش امون في انهي سفينه فيهم. بيبدا يدور في كل سفينه، والسفينه اللي ما بيكونش فيها امون بيدمرها. كارتر بيحضر علشان يساعده، وقتهم بيحمي الناس على الارض. ادم بيكون خلاص هيخبط فيه، فبيقول له لا مؤاخذه يا نجم، كنت هخبطك حقك عليا. فبيرفع ايديه وبيخبط كارتر، بيريحه على الارض، وادم بياخدها جري ورا اخر سفينتين. بيجيب واحده منهم امون ما بيكونش فيها، بيجري ورا التاني، ولكن ابن الهرم بيجري منه باقصى سرعه عنده، وادم بيكون وراه زي الصاروخ. وفعلا بيجيبه، بيبص في السفينه، وبعد التعب ده كله بينصدم لان امون ما بيكونش في السفينه. امون بيكون مع اسماعيل في عربيه. ادم بيمسك سواق السفينه وبيرميه بعيد. بيظهر له كانت وبيقول له لقيت امون. بيقول له للاسف ما لقيتهوش. بيقول له خلاص هات سواق السفينه اللي معاك ما تقتلهوش علشان يقول لنا على مكان امون. بيبص على السواق بيلاقيه نزل على الارض. بيقول له برضه للاسف الظاهر انه مات. وكانت بيكون عند ادريانا في البيت، وبتكون في منتهى الحزن على ابنها واخوها كريم اللي خد طلقه في كرشه. كانت بيقول لها ما تزعليش، ابنك هيرجع وكريم هيبقى كويس. ومره واحده بيخش عليهم ادم من الحيطه. كانت بيقول له انت يا ابني ما كانش عندكم بيبان في بيتكم؟ بيخش عليهم كارتر ومعاه 2 من الحرس. ادريانا بتقول لهم فين ابني يا اولاد الهرمه، وبتنزل فيهم تخبيط. ادم بيقول لها اهدي، ما يصحش كده، اتعلمت زمان ان الضيف ما يتضربش في بيوتنا. بص يا ابني منك ليه، انا هسالكم سؤال بس لازم نكون لوحدنا. بياخدهم وبتربيهم لفوق. بيقول لهم فين امون؟ كارتر بيطلع له وبيقول له اياك ترميهم. بيقول له مستحيل طبعا، انا هرمي واحد علشان التاني يعترف. وفعلا بيرمي واحد منهم وكارتر بينزل وراه. التاني بيقول له في منجم في الصحراء، هرجوك سيبني. بيقول له تحت امرك، وزي ما طلب بيسيبه. بيرجع تاني لادريانا وبيقول لها عرفت مكانه. بتقول له يلا بينا. كارتر بيجي ومعاه الحرس وبيقول له انت مش قلت مش هتقتل حد فيهم؟ بيقول له ما هم عايشين. بيقول له لاني انا انقذتهم. بيقول له انا كان في ايدي اقتلهم قبل ما انت تيجي، ولكن كنت لازم اخوفهم علشان اخد المعلومات اللي انا عايزها. كنت بقول له كلامك صحيح. بيقول له يلا بقى فكك مني. بيقول له ما بيننا حساب لازم نصفيه. ادريانا بتقول لهم كفايه ويلا نجيب ابني. بيقول لها مش هنروح كفريق واحد، عمر البطل ما يبقى في صف شرير. بيقول له انت فاكر نفسك بطل؟ مفيش بطل بيدافع عن محتلين بيأذوا الناس الغلابه ويحرمهم من حريتهم في بلدهم. اللي زي دول لازم يتخلص عليهم.
ولكن كارتر بيرفع عليه سلاح. كانت بيقول ربنا يتولاك يا كارتر يا اخويا، وادم بينزل فحت ردم فيه زي القط ما بيعمل في الفار. على اخر الزمن الفرخه هتتحدى الجزار، وهو بيضرب فيه بيخبط في الدرج بيلاقوا التاج، بياخدوه بيروحوا على السفينه كلهم، وكلهم بيكونوا مستغربين على اللي مكتوب على التاج: الحياه هي الطريق الوحيد للموت. ادريانا بتاخد التاج وبتقول لهم هناخد التاج معانا هناك، معرفش ايه اللي ممكن يحصل. كارتر بيقول لها مستحيل نديهم التاج. بتقول له لازم كلكم تكونوا في فريق واحد علشان اضمن سلامه ابني والا هديهم التاج. كارتر بيقول لادم للاسف هنبقى فريق واحد مفيش حل تاني. ادم بيقول له ما يضرش. كارتر بيحط الخطه وبيقول لهم احنا هنخش المكان من مدخل سري علشان ما حدش من الحرس يحس بينا. بيبصوا على ادم حواليهم بيلاقوه اختفى، بيبصوا عليه في الكاميرات بيلاقوه نازل في الحرس فحت ردم لحم عظم ولا حد عارف يوقفه. اتوم بيقول له ده اسهل بكتير من خطتك. ادم بيخلص على الحرس بالكامل، هو بيخش المكان من جوه، بيلاقي اسماعيل في وشه بيروح جاري عليه ولكن ما بيقدرش يخش له. اسماعيل بيقول له الجدار متصنع من ماده الانترونيوم، مهما عملت مش هتعرف تعديه. باقي الفريق بيدخل، اسماعيل بيقول لهم مش هقتل حد فيكم، تسلموني التاج هسلمكم الواد. ادريانا بتضعف، هو بتقول له تمام اهو التاج معايا خده واديني ابني. كارتر بيقول لها انت اتجننتي مفيش الكلام ده. بتبص لادم هو بتقول لهم المحتلين دول قتلوا جوزي، مستحيل اسمح لهم يقتلوا ابني. ادم بيبعت كارتر وبيعديها ولكن كانت بيعمل جدار سحري بيمنعها. ادم بيدمره وبيقول لهم لا الواد ابنكم ولا البلد بلدكم، انتوا ضيوف معانا والقرار قرارنا. اسماعيل بياخد التاج، بتقول له اديني ابني، بيقول لها اخيرا رجع لي ورث جدي. ادم بيقول له خرجهم، بيقول له اللي ما تعرفوش اني انا اخر واحد من نسل الملك اختون اللي انت قتلته قبل ما يلبس التاج، ولذلك بعد ما البسه انا اللي هبقى ملك كهنداق. الاسطوره بتقول فضلت تبكي زي الاطفال لما الملك قتل هيرود، يا ترى هتبكي لما الملك الجديد يقتل امون؟ بيفتح الجدار هو بيضرب طلقه على امون. ادم باقصى سرعه عنده بيجري عليه وفي اللحظات الاخيره بيبعد الطلقه عنه، واسماعيل بيكون خلاص هيلبس التاج ولكن ادم الغضب بيكون مالي عينيه، وجماعه العداله بيأمنوا كل اللي حواليه، وادم بيفرتك المكان زي ما فرتكوا زمان. بعد الانفجار الكل بيكون في امان ولكن امون بيغمى عليه. ادم بيقول لادريانا انا اسف انا السبب، هو بيكون في منتهى الحزن، بيسيب المكان ويمشي. وكارتر بيقول لهم اجمعوا التاج وروحوا على المركبه، وبيروح ورا ادم بيقول له خش عليا خلينا نخلص بقى. بيقول له يا اخي خف هاري، انا وانت عارفين انك مش هتقدر عليا. بيقول له عندك حق، هو اسماعيل قال انك بكيت لما هيروت مات. مين هو هيروت ده؟ بيقول له هيروت هو ابني بطل كهنداق الحقيقي، في الصحراء حولوه لبطل وفعلا ساعتها حقق انجازات كتير للشعب، ولكن الملك عرف بانجازاته وقتل امه قدام عيوني وانا كنت عاجز ما كنتش قادر ادافع عنها. في الوقت ده هيروت بيوصل البيت بيلاقي امه ميته وابوه خلاص هيحصلها. بيقول له فوق يا بابا فوق وقول معايا الكلمه، بيمسك ايديه وهما الاتنين بيقولوا شزام. القوه بتتنقل لادم وابنه بيرجع طفل زي ما كان، ولكن مره واحده جنود الملك بيهجموا عليهم وبيضربوهم بالسهام، منهم سهم بيجي في هيروت بيخلص عليه، بيموت قدام عيون ابوه. ادم بيغضب وقوته بتتحول لبركان، بيروح لاخناتون القصر وبيفجر بيه المكان، هو بيقول له شعب كهندق محتاجين فعلا بطل، ولكن من سوء حظهم القوه معايا انا، وزي ما انت بتقول انا بستخدمها في اذيه الناس. لسه من شويه كنت هقتل امون علشان كده هستغنى عن قوتي، خلي بالك لو قلت الكلمه اللي هقولها دلوقتي تاني القوه هترجع في جسمي من جديد. هو بيقول شزام، القوه بتروح من جسمه وكارتر بياخده على السفينه، هو بينزله في سجن سر تبعهم تحت البحر، ولر بتكون مجهزه له زنزانه مخصصه ليه، وبما انه داخل الميه مستحيل ينطق ويقول شزام، وبكده مستحيل قوته هترجع له تاني. وكمان بيدفنوا اسماعيل معاه وبيسيبهم ويمشوا، وهم راجعين امون بيفوق والدنيا بتكون تمام، وكانت بيكون نايم وبيشوف نفس الرؤيه لكارتر وهو بيموت. كارتر بيفوقه هو بيقول له في ايه يا عم مالك؟ بيقول له برضه نفس الرؤيه ما بتتغيرش، لسه بشوفك بتموت. بيقول له بس احنا خلاص خلصنا من ادم. بيقول له عندك حق، الظاهر ان انا اللي بدات اخرف. وادريانا بالصدفه بتقلب التاج وبتقرا الكلمه المكتوبه عليه بالمقلوب، بتكون الموت الطريق الوحيد للحياه. بتنصدم وبتقول معنى كده ان موت اسماعيل مصيبه، وفعلا بتكون مصيبه صديقي، لان اسماعيل بيفوق في عالم الشياطين والشيطان بيقول له الطريق الوحيد للحياه هو الموت، والشيطانه بتقول له بموتك انت بقيت بطلنا وهتبقى ملك كهنداق، بعدها هتفتح لنا بوابه علشان نخرج على الارض، كل اللي عليك دلوقتي تنطق اسامينا. بيقول سباك، التاج بيختفي من السفينه واسماعيل بيلبسه وبياخد قوه اقوى 6 شياطين في العالم. جمعيه العداله بيروحوا يضربوا عليه بالسفينه ولكن بيدمرها بكل سهوله، بينزلوا كلهم عليه من السفينه ولا بيعرفوا ياكلوا معاه بجنيه، بيكسر عظمهم بالكامل وبيخش القصر علشان يفتح البوابه للشياطين. كنت بقول لهم مش هنقدر عليه، هو ده اللي انا كنت بشوفه في الحلم بيقتلك. بيقول له ما عنديش حل تاني غير ان اوقفه قبل ما يدمر العالم، حتى لو ضامن موتي 100% على الاقل هبقى عملت اللي عليا. هو بيكون في طريقه ليه ولكن كنت بيعمل جدار سحري وبيخش له جوه لوحده. كارتر بيقول له اياه لا ما تروحش هناك، بيقول له ما سبتليش اختيار تاني يا صاحبي، انا راجل كباره بقالي كتير عايش، مش
هستحمل اشوفك قدامي بتموت، اشوف وشك بخير يا صاحبي. كارتر بيفضل يصرخ عليه ولكن كانت بيسيبه وبيخش لاسماعيل. بقى ده كله يطلع منك يا اسماعيل؟ عندي واحد صاحبي اسمه اسماعيل، مش عايز اعرفك تاني يا سمعه. المهم كانت بيعمل نسخ كتير منه. هو بيقول له انا عارف اني مش هقدر عليه بس خليني اجرب. في البدايه بيكون مسيطر ولكن في البدايه بس يا صديقي. سمعه بيقول له مفيش حد في الكون ده هيقدر يهزمني. هو بينزل تخبيط فيه، بيقول له في شخص واحد وقريب جدا هيجي. بيبعت منه نسخه في السجن اللي فيه ادم. هو بيقول له ادم فوق، انا متاكد انك سامعني. جه الوقت اللي تعمل فيه اللي كان ابنك المفروض يعمله. مش مهم تكون بطل، المهم انك انت الوحيد اللي يقدر ينقذ العالم قبل ما تدمروا الشياطين. هو بيفتح له الباب، بيحاول يشيل القناع علشان يقول شزام ولكن الحرس بيوقفوه. بينزل تخبط فيهم واحد ورا التاني. هو بيدخل في الميه قبل ما الباقي منهم يمسكوا. وكانت ما بيكونش قادر يتحمل اكتر من كده وبيستسلم لاسماعيل. كارتر بيخش عليه في اللحظات الاخيره ولكن ما بيقدرش يعمل حاجه لان سمعه بيكون خلص عليه. بيروح يقعد على العرش وبيفتح جسر لجنود الشياطين. جنود الشياطين بينزلوا على الارض وبيهجموا على الناس والناس بتهاجمهم. وادم بيحاول يطلع من تحت الميه ولكن في اللحظات الاخيره بيغمى عليه. بيقابل مراته وابنه هيروت، بيقول لهم واخيرا هنعيش مع بعض للابد. ابنه بيقول له لسه يا بابا قدامك كتير تعمله، لازم ترجع تاني. بيقول له تمام. بيقول له يلا انطق الكلمه. بيقول شزام. هو بترجع له تاني القوه والشعب كله بيكون واقف ضد الشيطان اسماعيل. وكارتر متكسر عظمه ومش قادر يعمل اي حاجه معاه. الشعب بيهتف باسم ادم فاسماعيل بيكسر لهم التمثال بتاعه وبيكون خلاص هيقع عليهم. تفتكر انه هيقع يا صديقي؟ لا والله، السبع بيرجع ورجعت السبع بترعب 1000 ضبع. بيشيل التمثال فوق كتافه ولا العبد لله في عز شبابه. اتوم بيقول له عنك شويه، روح خلص على ابن الهرمه اللي محدش قادر عليه ده. واسماعيل بيكون خلاص هيخلص على كارتر ولكن مره واحده ادم بيديله واحده بيدفنه في الارض. هو بيقول لكارتر انت كويس؟ بيقول له عايزك تندمه على اليوم اللي اتولد فيه. اسماعيل بيقول له ازيك يا ادم، هخلص عليك وهحكم كهندار. بيقول له خلينا نشوف. بيجري عليه بقرونه ولكن ادم بياخد واحده يمين وواحده شمال ولا اجدعها خيال. بالراحه عليها خال. ولكن ابن الهرمه بيكون طور هايج. بينزل تخبط في ادم بكل غباء لحد ما بيشرح له جسمه وبيريحه على الارض. هو بيقول له خسرت القوه في جسمي ضعيف يا بطل. بيقول له انا مش بطل، هو اللي بطل. وكارتر بيخبطه بالحديده دي في ظهره ولا بتاثر فيه ابن الهرمه. بيشيلها من ظهره وبيغرزها له في نص بطنه ولكن ده ما بيكونش كارتر الحقيقي، بتكون دي نسخه منه. هو بيقول له دي حركه علمهاني صاحبي كان، الله يحرقه بقى في تربته. المهم بيعمل منه نسخ كتير وكلهم بيجروا عليه يثبتوه. وادم بيجي من وراه وبيحاول يقلع قرونه ومن شده غضبه بياخده لفوق. هو بيقول له قول لهم ان الوحش ادم اللي بعتك. هو بيفلقوا نصين، الفجوه اللي فتحها بتتقفل وجنود الشياطين بتختفي. الناس بتفرح قوي وادم بيوقف كارتر على رجليه. بيقول له انا عمري ما كنت متخيل ان لما اشوفك اتبسط قوي كده. بيقول له الفضل الكانت هو اللي رجعني تاني، الله يحرقه في تربته بقى. بيقول له طب خلي بالك في اي وقت هتقتل حد هتلاقيني واقف في وشك. ادريانا بتقول له يا اخي قول كلمه حق، الراجل عمل اللي مفيش بطل يقدر يعمله علشان يحررنا. بيقول لها عندك حق. هو بيسيبهم ويمشي. اتوم بيقول له احنا كنا فريق كويس جدا. بيقول له لا كنا فريق جبار. بيقول له هو ممكن بعدين. بيقول له خلاص بقى انت هتصاحبني. بيقول له تمام. هو بيسيبه ويمشي واهل المدينه بالكامل بيهتفوا باسم بطلهم اللي حررهم. وادريانا بتقول له انت جاهز لحكمهم. بيقعد على العرش وبياخد وضعه. امون بيقول له احساسك ايه؟ بيقول له احساس زباله. هو بيطير لفوق وبينزل على العرش يدمره. بيقول له معنى كده انك هتكتفي تكون بطل الشعب. بيقول له الشعب كله ابطال مش محتاج بطل، الشعب محتاجين اللي يحميهم. وهو قاعد بالليل الطياره دي بتنزل عليه وبتظهر له ولر. بتقول له عاش يا ادم، لازم تعرف ان اجيلك هنا بنفسي دي حاجه كبيره جدا لازم تعرف قيمتها. هربت من سجن وعديتها لك بس هعتبر كهندق سجنك ولو طلعت منها هندمك على اليوم اللي اتولدت فيه. بيقول لها مفيش حد في الكوكب يقدر على ادم. بتقول له مين قال لك اني هبعت لك واحد من كوكب الارض؟ انا هبعت لك شخص من كوكب تاني. بيقول لها ابعتي لي اللي تعرفيهم كلهم. تقول له زي ما تحب. بيكسر الشاشه وبينزل عليه الباشا الكبير الوحش المثير سوبرمان. بيقول له ازيك يا ادم، الظاهر ان احنا هنتعب بعض. وهنا بينتهي الفيلم. خد تعالى هنا يا صديقي، في الحقيقه انا زعلان منك. كتير منكم بيقول في الكومنتات انه بيسيب المذاكره وبيسمع الفيديو. لا يا صديقي ما ينفعش كده. لو بتحب مختار بجد ما تاثرش في تعليمك لانه ده اللي هيفيدك. خلص اللي وراك، هتتعب شويه ولكن هتبقى مخلص مذاكره وبالك مرتاح وبعدها هتسمع الفيديو على روقان. دلوقتي حالا عايزك تنزل تقول لي في كومنت انك هتكون الافضل في مدرستك وانا هستمر علشانك انت وبفيديوهاتي هكافئك. ولو حابب تكافئني هتعمل لايك للفيديو وتشير لزميلك اللي ما بيذاكرش خالص وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وخش خد لفه في القناه هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك. هشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.